في أربعينات القرن اللي فات وفي عصر ما قبل جوجل ويوتيوب وأنغامي، كانت الوسيلة الوحيدة علشان تسمع مطربك المفضل هو الراديو. فأنت بتعمل إيه؟ بتتصل على التليفون الأرضي وتطلب أغنيتك، أو بتروح المحطة وتدفع اشتراك وتطلب منهم يشغلوا لك أغنيتك المفضلة في وقت معين، حاجة كده زي ما يطلبه المستمعون. لحد ما حصلت أغرب حادثة وقتها عشان تخلي صاحب المحطة والمغنيين يتحولوا للتحقيق، وده بقى اللي حصل مع حبشي جرجس، واللي قرر يعمل محطة إذاعية أهلية بجهوده الخاصة. وده بقى بعد رجوعه من إنجلترا ودراسته الهندسة اللاسلكية. وبعد نجاح المحطة نسبيا فتح باب الاشتراكات، فاللي حابب يسمع أغنية معينة هو بيحبها بيروح يدفع مبلغ معين عشان يعمل كده. وفي يوم جت واحدة ست دفعت 50 جنيه، وده طبعا كان مبلغ كبير قوي ساعتها، واشترطت على حبشي انه يشغل لها اغنيتين بس، وانها وقت ما تكلمه يقطع اي حاجة مشغلها ويذيع لها بس الاغنيتين اللي هي اختارتهم. والاغنيتين بقى دول كانوا ايه؟ الجو غيم لمحمد عبد الوهاب، والجو رايق لاحمد عبد القادر. الطلب كان شويه غريب بس مش مهم. وتمر الايام لحد ما يتفاجئ حبشي ان البوليس بيطب عليه وبيفتش المحطه وبيقبض عليه. المفاجأة بقى إن قبلها كان قابض على محمد عبد الوهاب نفسه. وده ليه بقى؟ لأن الست ببساطة طلعت رئيسة عصابة لتهريب المخدرات، والأغنيتين دول كانوا سين بينها وبين العصابة. فأغنية الجو رايق يعني الطريق سالك وابدأوا بالتهريب، والجو غيم يعني الدنيا لبش والبوليس في كل حتة. قولولنا بقى إيه أغرب القصص اللي سمعتوها عن عصابات تهريب المخدرات.